كشف تحقيق نشرته بي بي سي عن أدلة على أن أكثر من 300 مدني قتلوا في هجوم شنه مقاتلو جيش الرب للمقاومة أواسط ديسمبر الماضي في الكونغو الديمقراطية. وكانت هذه الميليشيات قد تشكلت قبل أكثر من 20 عاما كقوات متمردة في أوغندا، إلا أن نطاق عملياتها امتد ليشمل شمالي الكونغو وجنوبي السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. محرر الشؤون الإفريقية في بي بي سي مارتن بلاوت زار منطقة تابيلا في إقليم نيانجرا الكونغولي وعاد بالتقرير التالي. تعرضت قرية تابيلي للهجوم في 15 من ديسمبر كانون الأول الماضي، فقد طلب مقاتلو جيش الرب للمقاومة من السكان أن يمدوهم بالأغذية وأمتعة أخرى، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل قيدوهم جميعا وأجبروهم على نقل ما سلب منهم. ديودوني البالغ من العمر 22 عاما قيدوا يديه إلى الخلف وربطوه إلى شجرة. حين قيدوا أيدينا واقتادونا لقتلنا كنت أجهل ما سيقع، لقد طرحوني أرضا وسحبوا يدي من خلفي لشد وثاقي، ثم انهالوا علي ضربا بالمدي. تقع قرية تابيلي في ضواحي بلدة نيانجارا في شمال شرقي الكونغو. في نيانجارا يوجد بعض جنود حفظ السلام الدوليين، لكن نفوذهم لا يصل إلى القرى المعزولة. يتساءل السكان المحليون عن أسباب قلة الأمن، إذ إن القوات الحكومية وقوات حفظ السلام الدولية تطارد مقاتلي جيش الرب، لكن تعاون تلك القوات محدود، بحيث تمكن المتمردون من العودة سالمين غانمين إلى معسكراتهم. وفي القرية الخوف يتملك السكان الذين يخشون على مستقبل أطفالهم الذين قد يصبحون مستقبلا هدفا بدورهم للمتمردين. ومعنا في الاستوديو أنيكا فان وولدنبرغ الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش والمختصة في إقليم الكونغو. أنيكا، مرحبا بك معنا. في البداية أسأل، هل اطمأنيتم للأدلة المتوافرة وأنها تشير لوقوع هذا الحادث على هذا النحو لارتكاب جيش الرب لهذه العملية؟ نعم، لقد تحدثنا مع العشرات من الشهود الذين أكدوا أن هذا من فعل جيش الرب، وكذلك تعرفوا على بعض القادة المعروفين بأنهم في هذه الميليشيات. إنه من المعروف بأن الشخص الذي أمر بهذه العملية واحد من المطلوبين على مستوى من قبل منظمة العدل الدولية، وهو اسمه جنرال أونغوينغ، ونعرف أنه ضالع في هذه العملية. لا شك في ذلك، هذه جيش الرب هو الذي ارتكب هذا. طيب، يعني هل من ضمن الأدلة التي توصلتم إليها يعني الوصول إلى رفات قتل هذا الهجوم أو هذه المذبحة كما توصف يعني في التقارير؟ لقد عثر على الأقل على 321 جثمانا، الغالبية وجدت مربوطة موثقة، وبعضها كانت مربوطة إلى أشجار. معظمهم كسرت جماجمهم إما بالسواطير والميدي. نعتقد بأن هناك عدد أكبر من القتلى، ولكن والأسوأ أنهم أخذوا معهم 150 شخصا جرى خطفهم، بينهم 80 على الأقل من الأطفال. نعرف أن هؤلاء الأطفال سيحولون إلى مقاتلين من قبل جيش الرب، وكذلك يتعرضون للعنف، والفتيات تستخدم في الجنس، والأطفال يتحولون إلى مقاتلين مجبرين على قتل أطفال آخرين. طيب، يعني هل على ضوء كل هذه الحقائق التي اكتشفتموها، خاصة احتجاز يعني عدد أيضا من الأطفال ضمن يعني هذه العملية، هل قمتم بأي عمل في منظمات دولية معنية لمحاولة إنقاذ هذا الوضع والتدخل لوقف يعني هذه المأساة كما تبدو لكثيرين؟ نعم، هذه مسؤولية الحكومة الكونغولية وكذلك الأمم المتحدة وقواتها العاملة هناك، الذين هم مطالبون بحماية المدنيين. الحكومة الكونغولية علمت بالمجزرة وأرسلت عددا قليلا من الجنود، ولكنهم وصلوا متأخرين. الأمم المتحدة فقط في الآونة الأخيرة قررت البحث في هذه المجزرة التي تعد الأكبر من نوعها في الكونغو خلال العام الماضي. يجب أن كان يتعين أن يردوا بسرعة، ولكن الآن على الأقل سجلوا هذا ووثقوه. الأهم هو أن قوات حفظ السلام الدولية
يرفع عددها في هذه المنطقة من الكونغو. الآن الأمم المتحدة تتعرض للضغط من قبل الحكومة الكونغولية لتخفض قواتها، وهذا ليس رد لائم. ما نحتاجه هو المزيد من الجنود لإيقاف أولئك المسؤولين وتقديمهم للعدالة. نعم، أنيكا فان وودنبرغ الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش والمختصة في إقليم الكونغو، شكرا لك، كنت معنا في الاستوديو. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، الشيخ والشاب والعذراء والطفلة والنساء اقتلوا للهلاك، اقتلوا للهلاك، اقتلوا للهلاك. الأراضي تسام